أنا سعيد يعقوب، والد فلوباتير سعيد، السابع مقرر على الجمهورية. وهو بصراحة فرحنا جامد، وربنا فرحه هو يقول، لأنه هو فعلا تعب جامد. لأنه من شهر 8 ما كان تعبان في المذاكرة، من يصحى بدري ويتم سهران. أنا كنت بنقوم من على المذاكرة ونقول له قوم نام، لأنه فعلا كان بيتعب وربنا ما ضيعش تعبه. فعشان كده احنا يعني الحمد لله، وربنا فرحنا في الاول وفي الاخر يعني. نظام الدروس الخصوصيه كان لها دور كبير في طبعا هو ما فيش غير الدروس الخصوصيه يعني والمنصات. ما كانش في مدارس. لا مدارس، لا ما كانش مدارس. تمام. فهو تعب، فربنا عوض تعبه خير يعني. ووالدته كمان كانت معاه من اول السنه بتنظم له وقته. هي والدته مهتميه بتنظيم الوقت وبالمذاكره، لكن انا معاه من الناحيه النفسيه، كنت مهيئه من الناحيه النفسيه، لان انا وقتي مش فاضي عشان نرتب معاه. لكن والدته تعبت معاه في ترتيب الدروس والمذاكره والمنصات، وكانت بتحضر له الحاجه وتحضر له هتذاكر ايه، وبتنظم له جدول المذاكرات، جدول المذاكره. تمام. كل ساعة كانت تقعد معانا نعمل جدول، مثلا نذاكر ايه النهارده مدة قد ايه وكده. تمام. الصراحة كانوا مهيئين الوضع خالص. لما كانوا يطفوا مثلا التلفزيون لما يلاقوا الصوت عالي، لما يعوزوا مثلا يتكلموا في حاجة موضوع حاجة يبعدوا عني خالص، يقولوا ركز انت في مذاكرتك وبس. ولما كانوا ساعات لما يعوزوا حاجة من بره ما كانوش يبعتوني ساعات لو مشوار أو حاجة بعيدة أو حاجة. الوقت اللي كنت بتاخده في المذاكرة قد ايه؟ هو في أول السنة كان الوقت قليل لأن المذاكرة نفسها ما كانتش كتير. بعد كده حوالي شهر 10 كده بدأنا نخش في الجد وكده، فبقيت أذاكر، زودت ياما. فكنت مثلا بصحى الساعة 7 مثلا أذاكر لحد الساعة 12 أروح الدروس، أجي مثلا الساعة 4 5 أريح شوية، وأبدأ على 6 7 كده لحد الساعة 11 12 بالليل. نظام المنصات ديت كان ليه دور كبير ولا؟ هو المنصات صح مفيدة والدروس عادي مفيدة، بس كل واحد ليه ميزة واحدة. المنصات عيبها بس في إن مفيش تفاعل مباشر بينهم وبين بعض. بس طبعا ميزة وتوفر وقت ومجهود إن أنا قاعد في البيت، قاعدة المريحة بتاعتي، أكل وشرب يريحة، كله مفيد. يعني الوقت كان بيبقى فيها أكتر من دروس الخصوصية اللي الخارجية. يعني بيزاد من درس لدرس، فكان بياخد وقت. فهو المنصة إجازة، وكان في الوقت اللي بيأجلها ممكن يأجلها ساعة، ممكن ساعتين يأجل يسمعها في وقت اللي هو فاضي، يرتب الجدول بتاعه عليه. تمام. كمان يعني ساعة درس عنده درس في المنصة ممكن يأجل المنصة. طموحك طب إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله في استمرار في التفوق. إن شاء الله. نشوف الأم بس. يعني دور الأب كان إيه، ودور الأم كان إيه، ودور الأسرة بالكامل كان إيه معاك؟ إيه يعني فصل لي كل دور لوحده كده. دور الأب الأول يعني كان بعيدا عن الجانب المادي وكده، كان ليه دعم نفسي شديد أوي الصراحة. يعني أول ما كان يعني مثلا في يوم كنت زهقان أوي خالص وتعبان، خدني في الشارع قعد يشيلني شوية في دماغه كده وفك عني شوية، وجاب لي كان بيجيب لي حاجات حلوة خالص يعني. وكان دايما يقول لي ركز وهات اللي تجيبه، أنا عايزك بس تركز وتذاكر وخلاص. وماما كانت بتقعد برضه، كانت بتدعمني، كانت بترتب لي حاجة، وكانت بتحضر معايا جدول مذاكرة، نذاكر ايه النهارده وايه بكرة، ده هياخد معانا ايه ونروح درس ايه وكده. والبيت كله كان زي ما وضحت بكده، هو كان بيحاول بيوفر هدوء وكده. والصراحة الجيران والشارع كله كان عاطيني دعم جامد، كانوا بيتصلوا بيا يجيبوني في شارعي يشجعوني، وكانوا الصراحة مهديين الشارع خالص. يعني لما صوت الأطفال ما بيلعبوا في الشارع تحت يعلى كانوا يزعقوا لهم ويطلعوهم. طيب نصيحتك للي داخل الثانوية العامة ايه اللي يعمله وايه اللي يتجنبه، ودور المدرسة كان ايه، وهل دور المدرسة مفيد ان هو يرجع تاني ولا لا بصفتك انت متفوق؟ هو انا نصيحتي لهم كلهم ان هم ما يلاقوش اهم حاجة، يخشوا ان هم يهدوا كده ويتكلوا على ربنا ويذاكروا، وان شاء الله ربنا يكرمهم بحاجة حلوة.
طيب دور المدرسه كان لها دور معاك في المدرسه مثلا، في مدرسينك، في مثلا انت كنت تتمنى ان هي تبقى في حصص زي الاول، ولا كانت الدروس هي غنت عن كل الكلام دي؟ هو حاليا فعلا الدروس مسيطرة، بس دور المدرسة يعني الصراحة هي دورها الأساسي التعليم. يعني هي برضه بتوفر يعني سبورات حلوة وتخت حلوة وتنظيم ومدرسين. الصراحة عندنا مدرستنا فيها مدرسين مستوى عالي خالص. ثانوية بنين الصراحة عارف معظم مدرسين فيها، لا فعلا مدرسين محترمين ومستواهم عالي خالص، وكانوا الصراحة بيعاملونا باحترام وكانوا بيشجعونا وكل حاجة. بس يعني يعني الاهتمام بالمدرسة ككل يعني لو رجع هيبقى أحلى، الموضوع هيبقى أحلى فعلا. تمام ماشي، مش هنكتر عليك. اتفضل. انت دورك كان عايزين، هو اتكلم على دورك، بس احنا عاوزين نسمعه منك انت الدور بتاعك، عشان كل تاخد عبرة منك ان هي تعمل مع ابنها كده يعني. بس حضرتك هو طول عمره هادي ومحترم وبيسمع الكلام، فاحنا كنا كل يوم يعني مثلا يجي من الدروس نقعد مع بعض كده، خدت ايه النهارده؟ طب المفروض نعمل ايه؟ علينا كذا وكذا وكذا، نكتبه في نوته كده، واللي يخلص نعلم عليه، اللي يخلص نعلم عليه. يوميا الحاجه اللي تتاجل مش مشكله، معلش بالراحه بكره تتكمل، مفيش مشكله، مش زعيق بقى ونشد وكده، لا عادي، ممكن بكره نكملوها ما تزعلش. ولما كان برضو بينقص درجه او حاجه او درجتين في اي ماده، معلش تتعوض. حتى بابا كان يجي الدنيا يقول له مثلا نقصت في الامتحان ده يا بابا درجه 2، طب معلش المره الجايه الدنيا تبقى احسن. تمام. فكده يعني، فكان في تشجيع يعني، مش شد جامد، وهو كان مطيع وبيسمع الكلام اصلا. غياب دور المدرسه كان في مجهود كبير عن اسره اكتر. لا صدقني يعني، بص هو يعني المدرسين المدرسه هم المدرسين اللي بناخد عندهم دروس، هم يعني مش حته حاجه احنا بناخد هنا في البلد، فكل المدرسين هم ما فيش مشكله على الوقت يعني، وعلى المجهود يعني كان مثلا بيروح المدرسه الصبح لاخر النهار ويبقى متفرغ للمذاكره، في عبء كبير برضك في الدروس الخصوصيه في الوقت. نفس الوقت اللي حضرتك هو نفس الوقت اللي كان بيروح الدروس هو اللي كان هيروح في المدرسه. فهي والمدرسين اللي هنا هم اللي بيدوا دروس عموما يعني. هو اهم حاجه تنظيم الوقت، فكان الجدول اللي كانت بترتبه والدته معاه هو ده اللي كان بيساعده وبيساعده. واللي قبل كده هو كان يعني حابب المذاكره وحابب يذاكر، هو بياخد المذاكره كمان مش للنتيجه والتعليم بس، ده هو عايز يستفيد. هو كان واخدها زي تحدي، كان واخدها زي تحدي مع نفسه. كنت اقول له لا اليوم ده كده كتير، فعلا ده اللي كان بيحصل. كنت اقول له لا كده كتير، يعني اللي احنا كنا بنقومهم مع المذاكره، مش كنت بتشوف عينيك كانت بتتعب. كنا بنقومهم على المذاكره بالعافيه. وغير كده كمان كنت نقول له النهارده هيبقى كتير، يقول لي لا انا لازم احط على نفسي حمل اكتر عشان التزم بيه. طيب كان في رعب بسبب الدفعات السابقه في نظام ظلم الطلبه في لا ما كانش في دماغنا ان هو يتظلم، لان عارفين اللي بيتعب بيلاقي، مش في دماغنا حته. فما كانش عندك الحته ديت يعني، انت خايفه ان هو ممكن؟ ما كانش في دماغي ان هو يتظلم ولا حاجه، لان انا عندي ثقه في ربنا اولا، وهو اصلا قريب لربنا اصلا، يعني هو قريب لربنا وللكنيسه وكده، فهو يعني قربه لربنا مخليه ان هو يعني عنده ايمان بربنا ان هو هيبقى حاجه كويسه. طيب هو طب بشري ان شاء الله، مش هو يختار بقى. هو ما عندناش حاجه بنفرضوا عليه حاجه، هو عموما من هم صغيرين واحنا بنخليهم يختاروا اي حاجه، لبسهم لبس اي حاجه. ما هو امنيته اكيد هتبقى طب بشري اكيد ان شاء الله. وعموما انا يعني لو اي حاجه تنجح فيها، حتى يعني اي حاجه ناجح فيها احسن من دكتور فاشل. طب صح. انا بقول لهم من زمان يعني لما يبقى ناجح في اي مجال حتى لو مش الطب، في دكاتره كتير فشل، لكن لازم اي مجال حتى لو مهنه. هو اهم حاجه الهوايه بتاعته او الامنيه بتاعته تبقى. حتى كمان لما بينجح لازم يبقى مش ناجح بس، لازم يكون متميز. احنا مش هنكتر عليك، الوفد وديريكتور الوفد بتهنيك وبتقول لك في تقدم ان شاء الله. شكرا.